الجزائريين من رتبة لواء وحوالي 500 جندي من الجيش الجزائري وميليشيات البوليساريو سيخضعون للمحاكمة إلى جانب بقايا فلول الأسد الذين تم القبض عليهم. يابا احنا كنا ننتظر شو وقت تصير محاكمات في سوريا لميليشيات إيران في العراق وفي المنطقة ولهؤلاء أيضا جماعة البوليساريو والجيش الجزائري. وأكد أن جميع المعتقلين سواء من الجزائريين والصحراويين يعني جماعة البوليساريو سيعاملون وفق القواعد الدولية المنظمة لمعاملة أسرى الحرب. يعني هم أسرى حرب ولا ما نطلق سراحهم. شوف هاي الجزائر قد تأثيرها راح يصير. كانت وزارة الخارجية الجزائرية أصدرت بيانا بعد إعلان سقوط النظام المخلوع نظام بشار الأسد دعت فيه كافة الأطراف السورية إلى الوحدة والسلم، كما شددت على الحوار بين أبناء الشعب السوري بكافة أطيافه ومكوناته وتغليب المصالح العليا لسوريا الشقيقة والحفاظ على أملاك ومقدرات البلاد والتوجه إلى المستقبل لبناء وطن يسع الجميع. أدري أنتم دازين بوليساريو ودازين جيش جزائري ودازين ضباط يقاتلون لصالح نظام الأسد ضد من؟ ضد هاي المدن المدمرة سوريا. والآن أنتم تطلبون أنه كيت وكذا وإلى آخره. هاي ليش؟